watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي، قولكم مين كان آخر ضيف معنا بآخر حلقة من الموسم الثاني وأي بلد طلع له؟ خلينا نشوف سوا. خليهم من بعدك يدوروا الأرض عليك، ينبشوا على أدنى تفاصيلك بغيرك، حتى على عيوبك ينبشوا، على ضحكتك وعلى اسمهم لما يطلع منك. خليهم ينبشوا عليك بناس منا أنت ولا بعمر رح بتكون. خليهم ينغرموا بغيرك كل ما شافوا شقفة منك فيهم، لأنن أنت ومش أنت. فل لما الحقيقة ما تعود تلبقلك. مرحبا مشاهدينا، رجعنا معكم بحلقة جديدة من ترافلر. معي أنا زياد، وضيفنا لليوم جاي من عالم التمثيل، فينا كمان نقول الإعلام والكتابة. ضيفنا لليوم هو جيري غزال. هاي جيري. هاي زياد، كيفك؟ صباح الحمد لله. يس. أول شيء كتير مبسوط إنه عم نستقبلك معنا بذا ترافلر. ثانك يو. أنا كمان. جيري، عندي هيك سؤال، لأنه أنت دارس شيء وبتشتغل شيء تاني. كيف أول شيء كيف لفتت بمجال الإعلام؟ لنبلش بالإعلام، لأن أنت أول شيء كنت مذيع. صح. فكيف بلشت بالإعلام أول شيء؟ بتعرف زياد، على طول بقول يمكن إنه أنا بلشت بالغلط، لأنه أنا بالجامعة كنت عم بدرس جرافيك ديزاين. وقتها كملت دقنة، صار يدقوا لي كرمال دعايات، والدقن بتعطيك عمر أكبر، سو على طول اخذ ادوار بي، يكونوا اولادي اصغر مني بسنتين ثلاثه، يعني بس بين انا على طول اكبر. صورت كثير دعايات ايام الجامعه، وكان هيدا اذا بدك الشغل تبعي. بعدين مره عملت كاستنج لبروجرام، يمكن ما كانت كثير خاطره الفكره براسي، لان كنت اكثر باتجاه الدعايات، او مفكر انه كفي حياتي بالبيور جرافيك ديزاين. عملت كاستنج ومشي حالي، بلشت بتقديم البرامج، وكررت المصبحه ورجعت بلشت بالام تي في، وصاروا هيك يكروا اذا بدك البروجكتس ورا بعضهم. هلا انت وقفت اعلام اذا فينا نقول. صح. ومركز على التمثيل. مزبوط. بدي احكي على اول اكسبيرينس عملتها بال 2018 كانت. كيف بلشت معك؟ يعني بلشت بالغلط ولا انت كنت دارسها ومقرر عليها؟ ليك انا على طول بامن باللو اوف اتراكشن بالحياه، وبامن انه في اشياء يمكن حتى لو ما بنقولها على العالم بنجذبها على حياتنا، وهيك عايش على هالاساس. بعرف انه بيني وبين حالي كنت مفكر فيها، والدعايات يلي يعني عامل فوق ال 200 دعايه. الدعايات يلي مثلتهم كانوا تمثيل، كانوا يتطلبوا مهارات تمثيليه، تعطي اكسبريشن معينه، تعطي رياكشن معينه. كنت على طول حب هذا الموضوع، بس لانه لقيت حالي فتت بمجال الاعلام قلت خلص ما بدي احمل كذا بطيخه. ما تجرأت اقول على العالم، بس بيني وبين حالي كنت حبها. وباول دور بدور مخول بام البنات، يعني كنت مرتاح كثير قدام الكاميرا، لانه الاعلام ساعدني ولانه الدعايات ساعدوني، ما كان شيء بخوف لإلي، كان شيء كثير حلو. واكتشفت خلص من بعدها، يعني اعطيت حالي كذا بروجكت، اعطيت حالي 4 بروجيات تمثيليه قبل ما اقول انه انا خلص في اقول عن حالي ممثل، وصار الوقت اذا بدك اترك الاعلام واتجه بهيدي الدايركشن. قد ايه كانوا يعطوا لك مخول؟ بعدهم على الطريق بعثوا لك مخول؟ بعدهم مخول. اوقات بعثوا لي مايكل، ما برد، ما بنتبه انا انه انت مايكل مخول دغري برد، لا ما في كثير غيري يعني. صح. جيري، انت اذا لنقول بدك هلا اجاك بروجكت كثير مهم بالتمثيل وبروجكت كثير مهم كاعلامي، اي بتنقي؟ ليك ما رح كذب عليك، اوقات يمكن الاوفر بغر لحيلا شخص، بس انا عم حط بلان قدامي وحابب امشي عليها، وبتصور هلا في برايورتي للتمثيل، لانه عن جد اتس باشن اكتشفته، وخلص عم اذا بدك اسس حالي وعم برهن حالي بهذا المجال. هلا بعدت شوي عن عالم الاعلام، ما بحب اقول انه انا نواي اعمل شغله، لانه كلنا بنقول نواي على اشياء بنرجع بنلاقي حالنا عم نعملها، يعني بنتغير از وي جرو، كل ما نكبر الاهتمامات تبعنا بتختلف، وفي اشياء يمكن كنا بنحس انه لا ما بنكفي حياتنا الا عم نعملها كمان تتغير. ما بقول نو واي، بس بقول انه انا هلا اللي شايفه انه بالفيوتشر القريب، المستقبل القريب، رح اكون عم ركز على التمثيل، وحابب يعني التمثيل عالم كتير واسع، وكل مسلسل بخليك تلبس شخصيه، وحابب العب شخصيات فيها اشياء نفسيه، فيها اضطرابات. يعني بتلاحظ هذا كثير عم يدرج هلا، يعني كثير عم يدرجوا السيريز والافلام يلي بيكون فيهم شخصيه غريبه، وهيدا يعني دراستها بتتطلب وقت، وبتتطلب
دراسه معينه، سو حلوين يعني بتحس حالك انت بعالم كومبليتلي مختلف. صح. انا هذا كنت بدي اسالك اياه، انه انت وين بتلاقي حالك هلا اكثر شيء؟ يعني اذا اجاك دور وين بتحس انه انت اكثر شيء؟ اوتوماتيكلي رح اقول لك ادوار الحب والغرام. 100%. حسيت. غريب ليه حسيت؟ يمكن لانه ادوارك كلهم حب وغرام. بتعرف التفاعل العالم مع ادوار الحب والغرام ما بيشبه شيء ثاني صراحه. دورين مع كريم رزق الله ودور مع زينة كان فيهم حب، واللي لمسناه من العالم يعني بيطيروا العالم بيجنوا، وخاصه الحب الممنوع. يعني مش انه العلاقه لما تكون مسهله، العلاقه لما تكون فيها شيء مش ظابط العالم بيصير بده اياكم تكونوا سوا. بأم البنات كان انه مش ظابطه، انه هي عندها 3 بنات وانا جاي من باك جراوند مختلف وهي باك جراوند مختلف، يعني اذا بتفكر فيها على ارض الواقع العلاقه مستحيل تزبط. بس العالم بالاخر ليه ما تجوزتوا؟ اذا بتجي بتعطيهم هالسيناريو بارض الواقع ما بتزبط العلاقه، بس على التي في بدهم اياها تزبط. ادوار الرومانس كثير حلوه وبحبها وسهل كثير لإلي. بس هلا عبالي تحدي، يعني باخر دور مطر ببيروت 303 كان دور حدا ارهابي ربيان مع جماعه ارهابيه عاملين له غسيل دماغ، بيروح بيفجر طياره، يعني كثير ما بتشبهني كانت، بس حسيت فيه تحدي. هلا عبالي اقدم شيء مختلف، يعني اذا هلا بيجينا دور كثير بيشبه كل شيء عامله ما باخده، وهذا اللي عم بيصير. يعني لما عم بيكون في اوفر لدور ما فيه شيء يقدمني فشخه لقدام، بفضل ما اخده، يعني ما اعمل الدور على انه هيك بس حتى ما حابب التشالنج يعني؟ ايه بالحياه بالادوار كله. جيري، اذا ما نروح على بارت ثاني، لانه اسم الله عليك عندك كثير مواهب. انت كمان بتكتب. صح. ومنزل 3 كتب لهلا. مزبوط. واخر كتاب نزل مؤخرا بايلول، يلي اسمه ايلول. كيف تستوحي كتبك من الحياه اليوميه ولا لا، انه ما بتحس انه ريليتد لك، ما خصهم فيك كومبليتلي، يمكن تحكي عن شيء ثاني؟ بالعكس هن كثير خصهم فيي، لانه اوقات حدا بيجي بيقول لي انه اكتب لنا عن موضوع معين، اذا انا ماني قاطع فيه ما بيطلع معي، واصلا ما في اجي اقعد واقرر انه هلا بدي اكتب عن هذا الموضوع، بدها تصير لحالها، يعني بدها تخطر الفكره كيف واحد بيجي الهام اوقات، بدها تخطر الفكره لحالها، وشو ما كنت عم بعمل بزيح على جنب وبكتبها، لانه اذا بدي اكتبها بعد فتره بيتغير شوي ستراكشر الجمله، بتخسر رونقها. عم بتصير معك انه بتكون قاعد بتكتب هيك دغري اجى شيء على راسك مليانين. وفي كثير اشياء ما بنزلهم، يعني على طول بكتب الشغله ببقى عارف انه هي او برجع لها بعد فتره برجع بتاكد انه هذا الشيء that I want to share مع العالم. واللي بتكتشفه مع الوقت انه كل العالم كثير بتشبه بعضها، الفرق انه كل حدا ظروفه مختلفه، بس الاحساس بيكون ذات الشيء. يعني كل العالم بيعرف شو يعني حب، شو يعني كره، شو يعني مسامحه، شو يعني غضب، بس كل حدا بيعبر عنه بطريقه. لما تلاقي العالم هالقد بيتفاعلوا مع شيء انت كاتبه بتتحمس تعطي اكثر، ومشان هيك صرت اتجرأ بمحل انه اكتب اكثر وصير جريء وواضح اكثر بالكتابات تبعي. العالم بدها شيء حقيقي وبدها شيء ترانسبيرنت، لما تلمس هذا الشيء عندك شيء بيشبهها كمان. اكزاكتلي. في كتاب رابع؟ على طول يعني ما بحس بوقف، وانا بالنسبه لي الكتابه ما أنا بعيده عن التمثيل، لانه كونتنت، يعني انت اذا عندك احساس قادر تترجمه بالكتابه قادر تترجمه على الشاشه كمان من خلال المشهد. بحس مع الوقت عم طور هدول الكلمات، يا يمكن بكره صير يمكن اكتب عمل، يمكن مثل ما هلا عملت بالجولري، اكيد رح تسالنا عن الموضوع. اكيد طورت. بس انت هلا ذكرتني كنت بدي اسالك شغله، انت هلا قلته بتفكر تكتب قصه او مسلسل؟ بفكر، بس بحس كل شيء بوقته حلو، وحاسس بعد بدي شويه دعك بالحياه، وبقولها ما بستحي يعني لحتى اكتب مسلسل، لانه المسلسل بيتطلب عمق معين، والعمر بيلعب دوره بهذا الموضوع. يعني ما بدي اكون عم بسبق مراحل معينه، انه هلا قادر اعطي هيك بعطي هيك. بحب كثير انه اوصل لهيدي المرحله، بس عبالي اتقنها. يعني وانس بدي اكتب عمل او بدي اكتب مسلسل او فيلم، بدي اكون عن جد فهمان كيف حدا بيقدر يعمل شخصيات كامله لعمل، ما يكون في ولا إنه بالبروجكت. يعني قبل ما احكي عن الجولري، بتفكر تكتب اغاني؟ لا، تعرف ليه؟ لانه جربت مره. انت غنيت؟ انت ما غنى عمل كم غنية؟ 3 عامل؟ لا، عملت 2 غنيتين ما كانوا سينجلز، بس توضح كانت اول وحده هي شيء انا كاتبه، صح، عملتها حتى اسوق للكتاب، واستخدمت بمسلسل ام البنات. لما شافوها قالوا انه ليه انا ما بغني جينيريك ثاني مسلسل يلي هو على اسمك. يعني اذا بدك كانوا مبررين باطار مبرر، ما كانوا انه قررت نزل سينجل. ما بتفكر تفوت احتراف؟ لا اغاني مش ملعبه، خلص كم بطيخه واحده. لا، لانه صوتك حلو وبتكتب حلو،
فيك بحس بخليها لإلي او براندي حاكي على السوشيال ميديا اذا كتير يعني طلع على بالي انه مع البيانو، بس نو واي مثلا حس انه لا بدي انزل البوم او منا مش انا ومنه غلط واحد يجرب. يعني انا بلشت بالاندستري كتير صغير، وفي اشياء ما بستحق انه جربتها او انه شفت احساسها شو رح يكون، لانه كيف تعرف انت شو بدك اذا ما بتجرب 100%. يعني هون اوقات نحن بنظلم عالم بالكارير تبعهم بيكونوا عملوا اشياء بيكون عمرهم 20 و25 سنه، بس ما انت على 20 غير شخص عن 30 وغير شخص عن 40. تستكشف حالك اكثر بهالعمر. سو انا ام براود بكل شيء عملته، ما بستحي بشيء، بس انه بقول لك لا في اشياء اي دروبت وفي اشياء قررت استثمر فيها وكفي فيها. سو الجواب هو لا. لا. طيب اذا ما نقول على الجولري، انت عم تعمل خط لإلك بالجولري، قد ايه صار لك اول شيء وكيف لو طلعت معك الفكره؟ ليك انا وقت عملت ثاني كتاب حبه اكثر، عملت اكشلي لابسها بايدي، عملت بريسلت حبه اكثر وإلا من وقتها بايدي. اجتني كادو اكشلي، رفيقتي عملت لي اياها ورجعت هلا بعد كذا سنه قررت انه بدي اخذ هيدا الكونسبت وطورها، وفتنا انا وياها بهذا البروجكت وعم نطور هدول رفيقتك اللي هديتك اياها انت وياها هلا فتوا سوا عم بتساعدني هلا بالشغل اكزاكتلي. سو هيك بلشت اذا بدك، بلشت بفكره وصرت طورها على الكلمات يلي انا بكتبهم. يعني مش كل شيء انا بكتبه، في اشياء اوقات بتكون ايات معينه، اوقات في عبارات بقولها، بس اللي حبيت اعمله انه في كثير اشياء بالعربي الدارج، وحبيت انه انا اللي اوكي عملت كتاب وعملت كتابين والثالث كيف في يطور الكلمات. بالنسبه لي الكلمات ما بيلبق لهم الا انه يكونوا مكتوبين بالذهب. يعني حسيتها اتس ان ادد فاليو للكتب او بتمشي حدهم اذا بدك بمحل معين. سو بلشت بالبريسلتس وطورتهم هلا شوي، كمان صار في نكلسز، صار في هيدا، وعم بطور تشيلدرن كولكشن كله. وهن يونيسكس يعني شباب وبنات مش صح. بس لانه الكلمه انت ما عندك شيء معين، يعني في الكلمه انت تلبسها وفي بنت تلبسها، ما في شيء معين يعني في. حلو. في شيء بروجكت بعد ما بنعرفه؟ شيء هيك مخبى، يعني موهبه بعد جديده مخبيه؟ ليك بتصور هو هن لحد علمي يعني. بس مثل ما قلت لك انت بتحط كل هالوراق قدامك وبعدين بتقرر انه هيدا انا بدي استثمر فيها وهيدي كبرها. بس بتخيل هو هن خلص يعني بترسي على شط معين، وبقول انه كل انسان لازم يجرب اشياء معينه. هلا لما تفوت على الميديا بتصير كل شغله عم تجربها عم تاخذ حجم كبير، والعالم بيعرفوا فيها، مشان هيك تنطبع عليك بمحل معين. بس خلص مع الوقت انت بتركز على اللي بدك اياه، كل شيء ثاني بيتلاشى مثل ما بيقولوا، بتصير انت الهايلايت تبعك الشيء اللي مركز عليه. هلا بما انه جبت سيره الميديا، قد ايه انت اكتف على السوشيال ميديا؟ كنت كتير اكتف، ما بعرف اذا بعدك. خففت شوي. خففت. بتعرف ليه؟ لانه بحب خلص بس تكبر شوي صغيره بتصير حياتك لإلك. وانا بالنسبه لي الاشياء الحقيقيه بالحياه ما بنحطها على السوشيال ميديا. صح. اللي بنحطها هي بدنا نفرجي العالم وبالتعب انه ضلك على طول موجود. بحب انه اكون مش افيلبل كل الوقت وفرجي بس الاشياء اللي بالنسبه لي اتس worth sharing يعني. وكثير بكتب، بنزل اشياء بكتبها على السوشيال ميديا، بس انه حياتي لإلي فرجي شوي منها. اوقات العالم بحبوا كمان يعرفوا عنك، بس جاست انف مش كثير. جري بتحس وقت تنزل اشياء على السوشيال ميديا، لانه انت بتنزل فرح وبتنزل حزن كمان، ما بتنزل صح. بتحس وقت تنزل حزن بيضايقك الموضوع، لانه كثير عالم بياخذوها شخصيا. انا بعرف من حالي وقت انزل شيء حزين على السوشيال ميديا دغري بياخذوها مثل انه انا حزين. انا ما بكون حزين، انا بكون انه حبيتها للجمله ونزلتها. بيضايقك هيدا الموضوع؟ بتحس انه كثير بياخذوها شخصيا انه انت حزين ونزلت هالجمله الحزينه؟ ليك بمحلات معينه كنت نزل حزن، وصلت لمحل صرت نزل اذا بدك قوه اكثر. يعني ما بقى نزل بيور حزن، لانه تعلمت اوكي هذا الحزن كيف يحوله لشيء حلو، شيء بوزيتيف. مش لانه عم بدعي هذا الشيء، لانه انا وصلت لهالقناعه. بس كون كثير قاشط، بعطي وقت لحالي، بحول هذا الشيء لطاقه وبكتب عنه شيء قوه، شيء تصالح مع الذات، شيء حب النفس، شيء يعني شيء بوزيتيف للعالم. العالم مش على طول بتحب انه انت تكون قاشط، بيقطعوا لك اياها مره ومرتين، بس لما تصير كل الوقت قاشط بيهشلوا وانت بتنزعج من حالك. ما بقى بسمح لحالي كثير، وهذا الشيء بيساعدك انت كمان لإلك. يعني هذا شيء خاصه بسلامتك النفسيه، انه انت ما بقى تسمح لحالك تقشط بهيدي. كلنا بنقشط، كلنا في عنا قشطات، بس ما بقى تغذيها لحتى تمد، صرت تعلى منها بسرعه. يعني قد ايه بتحب السوشيال ميديا من 1 ل 100؟ ليك بقول لك 100 مش 100، 99.
على طول في 1% ما بحبها فيها، يلي هي العالم اللي بيستغلوها لهيدي السوشيال ميديا. انا بالنسبه لي انا عم بستغلها بصراحه، وبستغلها لها حتى اوصل للناس. وبتصور السوشيال ميديا كانت من احلى الاشياء اللي صارت بحياتي، لانه انا لو ما في السوشيال ميديا هالكلمات يلي بكتبهم ما كانوا وصلوا عند العالم، والجولري اللي بعملها ما كنت قدرت اسوق لها. انا كل شيء بعمله اتس ديجيتال. اي لاف سوشيال ميديا اند اي لاف ذا ديجيتال وورلد، بس بحبه لما يكون عم نستعمله بالاطار المضبوط. لما نبلش نفرجي حياه فيك ومنا مضبوطه صح. والعالم العالم ذكيه، يعني العالم تقدر تقشع الشخص لما يكون جينيون ولما يكون عم يدعي اشياء. احلى شيء عمل كبسه الميوت ليتلي. ميوت هي احلى شيء، تعمل ميوت للاشياء اذا بدك تكون مهذب ما تعمل انفولو، لانه خلص في اشياء ما بتشبهك بتبعد حالك عنها، ما بتخلي هالانرجي تقشطك، وبتخلي بس انت اكسبوزد، بتخلي حالك اكسبوزد للاشياء اللي بتشبهك، الاشياء اللي بتغذيك واللي بتطورك، تخليك عم تقدم لقدام. انت امريكاني لبناني امريكاني اذا فينا نقول. اذا بدك تنقي بلد ترجع تعيش فيه، اي بلد بتنقي هلا بتحس انه بيفيدك لإلك؟ اذا بدك تفل من لبنان وتنقي بلد تاني، اي بلد بتنقي؟ ليك كثير بحب امريكا، وبضلني على طول روح على امريكا، لانه الكالتشر نحن كثير معودين عليها، يعني بكل شيء بنحضره وبكل شيء بنعمله بحياتنا في هالكالتشر موجوده. وانا معود على هونيك، لانه على طول بروح وخلقان هونيك، ومنه شيء غريب علي يعني. بس انا كثير بحب الكالتشر تبعي بلبنان، وربيت هون وتعودت على ناسها وعلى شعبها. يمكن بجي بقول لك تكون كثير صريح معك، اذا بدي انقل على محل بحب انقل على دول عربيه تضلني قريب وبضلوا الناس بيشبهونا اكثر. امريكا كلتشر مختلفه، ما بحس بقدر اقلع فيها وضلني كرييتيف قد ما انا كل شيء بعطيه هو بيست على البيئه تبعنا، على الناس اللي بيشبهونا. تضلني عم بقدر اعطي، بدي ضلني ببيئه بتشبهني وقريبه. بروح فاكيشن على امريكا وبرجع، بس بدي ارجع استقر هون او بمحل قريب، يعني بدوله عربيه. بتحس للتمثيل بدك تضلك اكثر بلبنان ولا ببلد ثاني؟ ليك لكل شيء بلبنان، للكتابه بلبنان وللجولري بلبنان وللتمثيل، لانه بحس هذا المحل بستوحي منه. حلو بحب انه غيب وارجع، بس ما بحب انه اختفي كليا، يعني يصير ما بقى عم بجي لهون، لانه هذا الشيء بخليني افقد شيء من اللي بعمله. يمكن غير عالم بيناسبهم يكونوا بعض، بيقدروا يكونوا برودكتيف حسب نوع الشغل. انا اللي بعمله لانه كله بيست على الانسبيريشن وعلى الكتابه، بحس لازم يكون هون. شو اكثر بلد بتحب تروح عليه؟ ليك يوروب كتير حلوه، بس انا ما بحب السيتيز. هلا اكيد فيها فيليجز وهيك، بس انه يوروب اكثر شيء بتحس الدوميننت فيها هن باريس، بيج سيتيز. بحب روح على مناطق شوي استوائيه، يعني بحب روح على سريلانكا، بحب روح على اندونيسيا. يعني هدول الخضار بتريحني، الطبيعه بتريحني لما احس انه ما في كثير ناس. وبحب اشوف كلتشرز مختلفين، يعني لما رحت على اندونيسيا كان شوك لإلي قد ايه متواضعين. الشعب قد ايه متواضع، بيقطع حدا من حدك بيعمل لك هيك انه بخجلوك. بحب اشوف كلتشرز مختلفين، بس الاغلب الطبيعه، يعني ما في بلد معين، بس حطني بحيالله محل فيه بحيرات وشجر وغابات وهيك بلاقي حالي مرتاح وات بيس. انا على طول بقول انه كل بلد فيه شيء انترستينج تشوفه بكل بلد، بس بالنهايه بترجع لك انت وين اكثر شيء بتحب وشو اكثر شيء بتحب، وين اكثر شيء بترتاح. صح. شو اخر بلد زرته؟ امريكا. وين بامريكا؟ رحت على نيويورك عند اختي، وامريكا على طول بتكون صرت ملاحظ هذا الشيء عبر سنين، نقطه مرحليه بحياتي. يعني بروح برجع اخذ قرار معين. هلا بس رجعت من امريكا في قرارات على صعيد الشغل اخذتها وبمشي فيها، لانه بحس لما واحد يبعد بيقشع الاشياء صح، بيطلع منها كومبليتلي، بيقدر ياخذ قرار هيك لايف تشينجينج. جيري نحن تقريبا وصلنا على الاخر، بس اللي بدي اطلبه منك مثل ما بعمل مع كل ضيوفي، بدي اخر شيء تسحب لي ورقه لشوف انت على اي بلد حلقتك رح تكون. رح اكون مسمى على اي بلد؟ بدنا نشوف، بعد عندك 3 تشويسز مش كتار. يلا هات نشوف. جوردن عمل اسكال بالمطار، بس ماني رايح على البلد. كنت عم تقول لي حابب تروح. كثير حابب. ليك
بالاندستري اللي نحن فيها بيتابعونا عالم من دول من مختلفه. الأردن. ومن الاردن كثير بيتابعونا اشخاص وكثير طيبين الاشخاص وكثير في تفاعل اذا بدك انا وياهم على السوشيال ميديا، سو عندي حشريه كثير انه اروح على الاردن. حابب اشوف بترا بحبها كمان من مسرحيه فيروز زياده يعني، بس جغرافية المكان هونيك كثير حلوه والشعب حسب ما انا لامس لهلا كثير حلو. عبالي عندي حشريه روح، سو ان شاء الله تكون هالورقه وجهها خير ان شاء الله. الاردن كثير حلوه، يعني عندك بترا ووادي رام، في مناطق كثير حلوين بالاردن، ومثل ما قلت شعبهم كثير طيب. جالي ثانك يو على اليوم، كثير انبسطت هيك قعدت حكيت انا وياك، واول ذا لك هلا بالتمثيل لانه خلص مركز تمثيل وانا كمان برجع بشوفك اكيد. اكيد ثانك يو. انا بدي اقول لك ميرسي كمان على الحلقه الحلوه وموفق بالشو، على طول متابعينك ويلا ان شاء الله هيك بسيزونز كمان كثير لقدام. ثانك يو. المشاهدين نحن لهون بكون خلص بارت الانترفيو، بس اكيد كفوا معنا لحتى تشوفوا وين رحنا بالاردن وشو عملنا. خليكم معنا.